التحكيم المصري والله العظيم، التحكيم المصري والزمالك العشق الممنوع، وانا قد كلمتي. الزمالك ده اكتر نادي في الدنيا بيشتكي من التحكيم. بص له بقى تامر، السنه دي الدوري لو الزمالك خد الدوري بالتحكيم، جون بيراميدز وحاجات وموبقات ثانيه. الزمالك كسب 2 دوري في 2021 و2022 بالحكم. كوره هو ما كانش ده غير اللي اتعمل للزمالك. الاهلي كان بيلعب مع طلائع الجيش، ابراهيم نور الدين اللي كان بيحكم الماتش، ياسر ابراهيم جاب جون مدافع، الكره عدت الخط وحد طلعها، هو الكره كانت باينه رؤيه العين، ما حسبهاش، طلع قال لك الاهلي كان الجون ده كان صحيح قريب. تاني سنه الاهلي كان بيلعب مع البنك الاهلي، فكوره اتحطت، رامي ربيعه حط الكوره، هو المفروض كان يكتمها لهم في الارض وشاط الكوره، مش فاكر اللعيب ايمن اشرف ولا مين، المهم اللعيب جاب جون من الاهلي، لغوا الجون، قال لك اصل هو ما حطهاش بالكامل. لما ثبت لا لما كان في فاول. ايوه وهو حط الكوره لسه بتتحرك وقام عاملها، جابوها من الدوري الانجليزي، اتحسب الجون. الاهلي بسبب الكورتين دول خسر الدوري، لان الدوري ده خلص بفرق نقطه والثاني خلص بفرق نقطه. لو الاهلي تعادل الماتشين، لو كان كسب الماتشين دول كان خد الدوري. 2015 في يوتيوبر مشهور بيتكلم عن حالات التحكيم، جاب لك الزمالك اللي حصل ليه، مش ممكن هم اعتمدوا ان الاهلي كان مستواه ضايع ساعتها في الاحلال والتجديد اللي كان بيحصل، مش ممكن. والسنه ده 4 دوري من 15 ولا ال 14 بتوعهم بنفس النظام. بس انا عندي وجهه نظر يا محمد، وانا متاكد مليون في الميه ان نسبه كبيره من الاهلاويه بيتبنوا وجهه النظر دي، اللي هي ايه؟ انا كاهلاوي اتربيت ان انا ما احطش اخطائي على شماعه التحكيم، والتحكيم بالذات اخواتنا عندهم موضوع شماعه التحكيم ده، بيتكلموا دلوقتي في جون حسن شحاته. انت متخيل؟ انا ما عنديش القصه دي، انا خسرت يبقى انا وحش، بس لا دي مش موجوده. بتعمل انا خسرت دلوقتي يبقى انا بمسك لاعيبتي واحد واحد بفنطهم، والله انت حلو، انت وحش، انت عملت، انت خليت، انت سويت، انت هتمشي، انت تكمل، انت تتعاقب. ده اللي انا اعرفه وده اللي اتربيت عليه صح. مع تشجيعي للنادي الاهلي، انا مش هخسر الماتش وابقى انا وحش في الماتش وارجع اقول لك انت شايف الكره اللي كانت كورنر دي؟ لا ما كانتش كورنر. يعني ايه؟ يعني انت في 90 دقيقه بتلعبهم كنت هقول لك ايه، مش عايز اقول كلمه ثانيه، كنت وحش.